من ساعة وأنا أشتري خضار وفواكه وأسمع البائع يصيح على زبون لوسط الشارع: يا أخي لو سمحت تعال حقك عليا لأجل الله، سامحني. والله شحب وهو يصيح للعميل اللي مشى من عنده لنص الشارع، وذاك حتى ما التفت، يعني سوى اللي عليه، يصيح ويسوي كل شيء، وذاك يتجاهله ويمشي. والناس اللي يشتروا منه قالوا له: يا أخي أنت ما غلطت عليه، هو اللي غلط عليك وأنت ما سويت شيء، ليش تتعب نفسك وتصيح عليه؟ فحز في نفسي صراحة كلام الرجال وهو ينزل نفسه للعميل هذا. فأخذت أغراضي منه وسألته، قلت له: يا أخي أنت سويت اللي عليك صراحة، وحتى لو أنت غلطان ما في داعي أنك كذا تصيح وزي كذا. قال لي: يا أخي والله ما عاد فيني حيل أتحمل أي أثقال إلى الآخرة، يكفيني يعني بهذا العمر. فأثر في بكلامه حقيقة. تصرفه وخوفه من الله، يعني حسيت انه نحن بعيدين عن الله تماما. يعني الرجال هذا على حسب ما قالوا للحاضرين انه هو اللي غلط على البائع، والبائع ما سوى له شيء، ربما سأل البائع شيء والبائع ما سمعه، او فغلط عليه ومشى وانسحب، وذاك يصيح له يسوي اللي عليه، وذاك حتى ما التفت. فكلام الرجال هذا البائع والله محترم، وخوفه من الله يذهل الجميع. من رغم انه يعني تشوفه يعني عمره تقريبا فوق 50، ما يبين عليه التقى لا اله الا الله. يعني صحيح انه في الوجوه ليست العبرة، لكن العبرة في الافعال، والفعل هذا مع البائع جميل. وانا دائما لما اشتري من هذا الشخص والله بيعه سمح، واشياء رخيصة يبيعها بسعر طيب، وما امشي من عنده دائما الا مرضي. فرده جميل، ما ابغاه يزعل مني صراحه، ما ابغى اي واحد حتى لو هو غلط علي ابغاه يمشي راضي. ماني قادر اتحمل للاخره ذنوب اكثر من اللي عشنا.